اهلا بيكم في افكار ووصفات مع روني. النهارده هنعمل مع بعض محشي البصل، لكن بطريقه سهله وبسيطه والطعم رهيب جدا. نشوف مع بعض المكونات. هنجيب البصل اللي يكون حجمه كبير وتكون البصله مدوره بالشكل ده. هبتدي اقشرها، وبعد كده لما اجي اقطعها انزل لنص البصله بس، مش هنزل للاخر. بالطريقه دي هغسلها كويس واجيب حله فيها ميه مغليه، وهنزل بكميه البصل اللي انا محضراها. مش هتكمل دقيقة هتلاقي أول طبقة من البصل ابتدت تطلع معاكي بكل سهولة. بالطريقة دي هخلص كمية البصل كلها، وبعد كده هناخد قلب البصل اللي طالع ده مش هينفع يتحشي عشان صغير، أحطه مع صلصة المحشي. هجيب الطماطم وابتدي أقطعها في حلة، وهنزل بالبصل عليها، وأحط 7 فصوص توم وربع كوباية مية، وهسيبها تغلي على البوتاجاز 10 دقايق، وهضربها في الخلاط ومش هصفيها. هجيب حلة فيها زيت، واجيب بصلتين متقطعين صغير وابتدي اشوحهم على البوتاجاز. اول ما تبتدي تدبل شوية هنزل بمعلقة كبيرة من السكر، هتخلي البصل يتكرمل ويبقى طعمه جميل جدا ولونه حلو قوي. اول ما يوصل للون ده هبتدي احط 3 معالق كبيرة من الصلصة، وهقلبهم لمدة دقيقة. بعد كده هنزل بالطماطم اللي انا حضرتها، هسيبها تغلي 10 دقايق وهطفي عليها. هحضر الخضرة، جايبة شبت وبقدونس وكزبرة، وعليهم بصلاية متقطعة صغير وكوبايتين رز، واحط 3 معالق كبار دبس رمان هيديله طعم جميل جدا. واحط التوابل: معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، واحط شوية ملح، وابتدي انزل بالصلصة، وهقلب الخلطة دي كويس جدا لحد ما يبقى لونها كده جميل ولونها احمر وحلو قوي. مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. هبتدي احشي البصل، هحط شوية من الخلطة بالشكل ده والفه بالراحة خالص واحدة واحدة. بالطريقة دي هبتدي ارصه في الحلة. هعمل معاك واحدة تاني وبعد كده هكمل الكمية دي وهرجع لكم تاني. هلف بالراحة بس كده بالشكل ده. بعد ما خلصت الكمية هبتدي اعمل الشوربة اللي هسقي بيها محشي البصل. هجيب مكعب مرقة خضروات وشوية كوباية مية ومعلقة صلصة، وهدوبهم كويس، وابتدي انزل على البصل. ما يغطيش البصل، المية ما تغطيش البصل. هسيبها تغلي الاول على نار عالية، وبعد كده هدي عليها النار لحد ما تستوي، بس يكون البصل ماسك نفسه ما يبقاش مهري. شايفين بعد السوا جميل ازاي؟ ريحته وطعمه رهيب جدا. اتمنى تجربوه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة.